اللعب في المضمون أو إعلان أورنج الجديد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من عاش ولا بلاش. والنهاردة هنتكلم عن إعلان أورنج. وطبعا زي ما احنا بنقول اللعب في المضمون بسبب بسيط إن السنة دي اختيار حسين الجسمي أو اختيار كلمات جميلة وموسيقى لطيفة ومشاهد مبهرة وإخراج جميل، وطبعا تصوير في كل حتة في نواحي مصر كلها، سواء الصعيد أو اسكندرية أو أسوان. كل دي حاجات لطيفة جدا، وكمان ترانزيشن هايلة وإخراج جميل. كل الحاجات دي نقدر نقول عليها عاش علشان عملها أورنج. وطبعا اختيار أحمد عز اختيار كان موفق، لأن فيه قبول من معظم الناس اللي بتتفرج على الإعلان لشخصية أحمد عز. ده الكلام ده كله نقدر نقول عليه عاش لإعلان أورنج. بس في بقى الجزء اللي عايزين نقول عليه بلاش. دايما إعلانات أورنج تحسها بتتكرر هي مفيش اختلاف بين السنة دي والسنة اللي قبليها. انت ممكن ببساطة النهاردة تحس ان انت بتشوف نفس الإعلان، بس ممكن النغمة تختلف. وفي الحقيقة يمكن الإعلان بتاع السنة اللي فاتت كان إعلان قوي جدا ومؤثر، وقعد فترة كبيرة بعد الإعلان والناس كانت بتدندن فيه. لكن السنة دي أعتقد إن الموضوع ده مش هيحصل، لأن الموضوع أصبح مكرر. اللي بنقول عليه بلاش مش عشان حاجة وحشة اتعملت، لكن بلاش إن احنا نكرر نفس الفكرة اللي اتصرف على الإعلان مبلغ كبير جدا. وبصراحة احنا منتظرين دايما من شركات الاتصالات ان هم يقدموا لنا فكرة جديدة وحاجة جديدة نتكلم عنها ونقول لهم الله ينور، انتوا فعلا يعني قلتوا حاجة نفسنا نقولها. بصراحة الإعلان ده نقدر نقول عليه هو اللعب في المضمون، علشان بس نبقى موجودين او نعزز البراند اويرنس، مش اكتر من كده. فده اللي احنا حسيناه في اعلان اورنج. لو رأينا في الإعلان ده عجبك اعمل لنا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة، وشاركنا في التعليقات بإيه الإعلان اللي نفسك تسمع رأينا فيه. ودايما نشوفكم في حلقة جديدة من عاش ولا بلاش.